النهارده ان شاء الله هعمل لكم البمبار. فلازم ان شاء الله هكون مجهزين اول حاجه البصل، ماشي، وبعدين الرز اهوت، ماشي، طبعا مغسول ونضيفه زي الفل اهوت، وبعدين البهارات اهي، ملح وكمون وفلفل، ماشي، وبعدين الصلصه اللي انا عملتها قبل كده قلت لكم عليها، وادي الشطه، ماشي، واخيرا الخضره طبعا عباره عن كزبره وبقدونس وشبت، ماشي. خلاص نبدا بقى. اول حاجه نسمي كده بسم الله، ونروح جايين حاطين اول حاجه خالص اللي هو البصل البصل، ماشي، وبعدين حاطين الرز كده، ماشي. خلاص، وبعدين هنحط بقى الملح كده، وبعدين الكمون كده، وبعدين الفلفل كده، ماشي. خلاص، وبعدين هنيجي نحط الصلصة كده اهو، اهي كده، واخر حاجة بقى هنحطها قبل ما نحط الخضرة اللي هو الصلصة، الشطة، ماشي. اخر حاجة بقى هنحطها اللي هي الخضرة كده، وطبعا هنقلب كل ده على بعضه، ماشي. وطبعا ما ننساش بقى نحط سمنة، طبعا سمنة بلدي، ماشي. وعشان يبقى مفلفل بقى وجميل كده ومش معجن هنحط نقطة زيت، شوية زيت كده صغيرين، وطبعا عشان نديله طعم اكتر كمان وجمال بنحط عليه شوية توم كده اهو. طبعا التوم ده انا اللي انا كنت حاطاه في الفريزر اهو، بيتفك بسرعة، ماشي. خلاص، واقلبه بقى كله كده على بعضيه كده، ماشي، عشان احشي. ده بعد ما حطينا البقدونس وشبت الكزبره، يعني الخضره كلها والصلصه وقلبناها كلها. وطبعا ده البندوره كده، شايفين شكله ازاي؟ زي الفل. اخر مره بقى بحط فيه ميه كده عشان يتغسل من جوه كمان.
كله بقى لغايه ما اخلصه كله. اخر واحده. وبعدين عشان يبقى ريحته بقى اجمل بقى قبل ما نحشي على طول بعدين حاطين عليه ايه كمون. ماشي كده. ومش بس كمون، لا كمان ليمون. ده بقى لو فيه شوية زفرة ولا حاجة بتضيع الايه الريحة دي كلها، ويبقى ايه بطعمه كمان. وأضيف كمان لو شوية شطة كده. كل ده ايه هيطعمه قبل ما نحشيه. وطبعا بقلبه بقى كده عشان ايه يشرب من بعضه كله، الليمون مع الشطة مع الكمون قبل ما احشيه كده. اهو شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين المية بتاعته كمان؟ شايفين كده بقى كده ريحته بمنتهى الجمال. الحاجة اللي محطوط عليه الكمون والليمون والشطة مديله ريحة جميلة، ضيعت أي زفرة منه خالص. أظن الحكاية ديت جديدة لنا، أول حد يمر يعملها، بس جربوها كده هتلاقوها جميلة. هتشم ريحته هتلاقوه جميل، ريحة الشطة فيه بقى والكمون والليمون جميل جدا. ونعمله بقى دورية زي دي كده، مش صوابع، لا دورية كده. طبعا احنا هنعمله بالشكل ده، هنعمله دواير بالطريقة دي عشان يطلع شكله جميل، ما يبقاش الشكل اللي هو الناس كلها بتعمله ده. لا ده شكل جديد هيعجبكم اهو. هنرصه كده بنفس الطريقة دي لغاية ما نكمل الحلة للآخر، ونرصه بقى كله كده اهو كده بالشكل ده، دوريات فوق بعضها كده. اهو بنرص بقى دوريات فوق بعض كده كله لغاية ما نخلص الكمية كلها. اهو بعد ما خلصت كله اهو حشيته وعملته كحكات اهوت ورصيته كله في الحل. وبعد كده بقى الخطوة الجاية هي أهم خطوة بقى، ودي اللي بتفرق عن كل الناس. ماشي هتشوفوها ازاي. المية اللي بتغلي ديت بقى بنحط عليها ملح، ونحط عليها كمون، ونحط عليها فلفل اهو. كل ده نحط عليها ملح اهوت علشان تبقى ايه يشرب منها، عشان ما تبقاش عدبة خلاص. وبنحط كمون اهوت ونحط فلفل اهو. ماشي. ونبدأ نصبها بقى ايه عليه. ساعة ما نصبها على طول هنبص تلاقي كده شايفين الدورات عملت دورات ازاي، عشان يستوي ونحطه على النار. ماشي. وطبعا هنقلبه بقى ايه كل شوية كده اهو لغاية ايه ما يستوي. ماشي. شايفين هو بيروح جاي قافل لوحده ازاي، ساعة ما بتحط عليه المية بيقفل على طول.
ماشي. وهنبدأ بقى ايه نطلعه اهو كده. شايفين مدور ازاي؟ كله بقى لغايه ما نخلص كله. كده بقى ايه طلعناه كله ماشي بنفس الشكل ده اهو. وكده ايه طلعناه كله. هبدأ بقى ايه احط بقى بعدين طبعا هقلبها الناحية التانية كده. اهو كل واحدة بقى هنقلبها كده اهو ماشي خلاص. وبعدين بقى هطلعها بالشكل على ايه على منديل محطوط على الطبق ماشي. هطفي عليه الأول بقى كده ماشي اهو. بعد ما حمرناه نطلعه على ورقة اللي هي دهية ورق الأبيض ده بتاع النشاف عشان ينشف. بعد كده طبعا نحطه في طبق التقديم ونرش عليه شوية بقدونس وبالهنا والشفا.